صحيت على صوت الصرير المعدني ده، باب الحديد بيتفتح في آخر الطرقة. الصوت مش غريب، بالعكس بقى مألوف لدرجة الملل. أول حاجة استقبلتني كانت البورد. برغم البطانية الصوف الخشنة، كان البورد بيخترق الحيطان المبنية من أحجار رطبة من أيام مملكة إيطاليا من قرن تقريبا. رطوبة البحر القريب بتخلي الهواء تقيل، كأنك بتيندو ثقيل، كأنك بتشم ريحة صدى. الحيطان العالية الرمادية متآكلة وقديمة، بتبص عليا بصمت كأنها بتديني. في شرخ في الحيطان جنب راسي، في طبقة رقيقة من الطحالب لسه بتحاول تعيش زينا بالظبط. من الشباك الصغير اللي مش أكبر من كف إيدي شفت ضوء الفجر الخافت بيخترق القضبان. ضوء باهت، كأن الشمس نفسها محبوسة معانا وراء الحيطان دي. في الطرقة خطوات الحراس بتعلن بداية اليوم. جزمة جلد بتخبط على البلاط البارد بدقة عسكرية. واحد منهم زعق بأوامر بالإيطالي: إن بيدي، توتي إن بيدي، قوموا، كله يقوم. كلنا قمنا من غير مقاومة. مش كلنا مجرمين، بعضنا هنا بسبب كلمة أو رأي أو قصيدة ضايقت الدولة. الفطار، لو ينفع نسميه كده أصلا، كوباية قهوة سودة خفيفة طعمها زي الفحم وقطعة عيش بيتة صعب تكسرها إلا لو أسنانك كويسة، وده نادر هنا. الوشوش حواليا كانت مرهقة وشاحبة، همس خفيف وحذر دايم. محدش بيثق في حد. في زمن الفاشية حتى الحيطان ليها ودان، حتى هنا. كل ركن في السجن ده بيحكي قصة. باب زنزانة عليه صورة راجل مات تحت التعذيب، ورقة معلقة على الحائط كاتبها سجين سياسي بإيد مرتعشة. حتى الصمت له صوت، صوت الغضب المكبوت أو الشوق للبقاء. في المكان ده ما بتعدش الأيام، بتعد اللحظات. لحظة تقابل فيها صاحبك، لحظة الحارس ما يجيش، لحظة تفتكر فيها إنك إنسان، مش مجرد رقم في قائمة الدولة.